خلط المشاعر ده خلاني في اللحظة دي في حالة نفسية انا مش عارف اوصفها، ولكنها كانت لا تطاق حرفيا، عشان انا كنت بمثل شخص اشبه بالمريض النفسي، حتى اني افتكرت انا كنت عامل ازاي يومها وانا بسجل دلوقتي. الاسبوع اللي فات شاركت في زنقة الالعاب 14، وهي ببساطة مسابقة تطوير العاب. لازم نعمل لعبة في 3 ايام عن موضوع معين. الموضوع المرة دي كان احلام. طيب ممكن تسأل ايه اللي خلاني اعمل لعبة عميقة قوي كده؟ اسمع كده شرح الموضوع. موضوع زنقة الالعاب النسخة 14 هو حلم او الحلم هو مو شيء واحد. الحلم ممكن يكون هو الحلم اللي احنا نشوفه احنا ونايمين. الحلم ممكن يكون هو الكابوس اللي هو الوجه الثاني للعملة الحلم. الحلم ممكن يكون هو الطموح أو الهدف اللي احنا نحاول نوصل له بحياتنا. الحلم ممكن هو ذكرى أو شيء حلو بالماضي نريد نرجع نعيشه أو نستذكره، أو إذا فلسفيا فكرنا بيها، هل اللي احنا عايشين به هو هذا حلم له هو هذا الحقيقة؟ اكو هواية تفسيرات، اكو ميكانيكيات باللعبة نقدر نستخدمها إلى دخل بالحلم. اكو افكار، اكو قصص، اكو خيال، اكو صور معينة. الموضوع راح يكون بيدك تفكر بيها شلون ممكن تكون. اتمنى لكم زنقة رهيبة، ويلا خلي نشوف العابكم يا رهيبين. سلام. طبعا اول حاجة هتيجي في بالك ازاي هعمل لعبة بالثيم الاسطوري ده في 3 ايام بس؟ ده محتاج وقت اكتر من كده بكتير. بس انت في زنقة في الاول وفي الاخر. قررت اني اعمل شيء عميق، وبما اني عارف شوية عن الاحلام وشوية عن علم النفس، قررت ادمج الاتنين مع بعض واعمل شيء عميق ومبهر في نفس الوقت. على السريع كده فكرة اللعبة، انت بتدخل في مسار طويل بيحكي لك انت مين، ومن خلاله بتعرف شخصيتك. المسار ده ما بيكملش، وبتدخل بعدها في الاحلام، تمشي حلم، بعدين لما تخلص تلاقي نفسك على اخر المسار. تفهم من ده انك عرفت انت مين من خلال احلامك. الصور اللي بتشوفها في المسار بتبين لك بعض الاحداث او بعض الحاجات اللي موجودة في بالك وانت بتحلم. من اول هنا لو تحب تجرب اللعبة الاول قبل ما تسمع قصة اللعبة بالتفصيل، هتلاقي الرابط بتاعها في الوصف. روح جربها وتعالى كمل الفيديو. في البداية أحب أبدأ في مراحل تطوير اللعبة، ولكن استنوا لحد آخر الفيديو عشان المشروع كان هيروح مني وما كنتش عارف أكمل الزنقة بسبب كده. غير إن في آخر اليوم الأول حصل شيء شديد عليا جدا ما كنتش متوقعه أبدا وأنا بكتب قصة اللعبة. أول ما عرفت موضوع الزنقة بالليل على طول بدأت أفكر في فكرة اللعبة، وقررت إني مش هنام غير لما أجيب على الأقل فكرة أعرف أبدأ بيها. وبالفعل خلال 2 ساعات تقريبا جبت فكرة بسيطة، وهي اللي أنا لسه قايلها من شوية، ولكن هي بس على قد أحلام ومسار وكده. يعني أنا ولا حددت إيه هي الأحلام ولا إيه هي الشخصية اللي اللاعب بيكتشفها، ولكن اكتفيت بالقدر ده ونمت عشان اصحى بدري ابدا اشتغل على المشروع. اول يوم عملت المشروع وعملت برضه ريبوزيتوري على جيت هاب، وده مهم جدا هنعرف دوره بعدين. حطيت تحكم فيرست بيرسون بسيط جدا للاعب، حطيت شويه مؤثرات بصريه وبوست بروسيسنج، وبدات ابني المكان بتاع المسار نفسه. وكنت بالفعل رسمت الصور بتاعه المسار على اخر اليوم وضفتها في اماكنها. ده كان اللي عملته في اليوم الاول جوه يونيتي. بس لو تاخد بالك تقريبا فتره من اول الظهر لحد بالليل ما كانش فيه اي تسجيلات او حتى شغل جوه يونيتي. ساعتها انا كنت بكتب قصه اللعبه وبوضحها اكتر. في البدايه قررت ان الشخصيه تكون شخصيه طفل، تقدر تقول مثلا طفل عنده 10 سنين، مش صغير قوي يعني. الطفل ده عنده اضطراب شويه، ولكنه طفل عادي بيلعب زي ما باقي الاطفال بتلعب، بيهزر وبيضحك عادي، ولكن من جوه حاجه تانية خالص. قررت اني اخلي عنده شعور بالدونيه، ولو تعرف الدونيه والكبر متلاصقين ببعض. لما الشخص يحس بالدونيه ممكن يقرر انه يتكبر ويحاول يثبت قيمته وقوته بالعافية، حتى ولو كان على حساب الناس اللي حواليه. احلام شخص زي ده لازم تصور شعوره بالاستحقاقية، شعوره برغبته انه يكون اعلى ما يمكن ويبقى الكل تحته، ولكن في نفس الوقت لازم يكون في رموز على احساسه انه لا يستحق وان قيمته قليلة. شعور الاستحقاقية اللي جاي من التكبر، وشعور عدم الاستحقاق زي ما تقول الاستكتار على النفس اللي جاي من الدونية. قررت اكتب اول حلم ان يكون الطفل ده ملك قاعد على عرش الكل تحته، ولكن مع ذلك لسه الناس مستاءة منه وغضبانة منه. شعوره بالاستحقاقية صورته في الشخص اللي جاي يديله فلوس وهو بيعيط، وباين انه مجبور وهو بيعمل كده. وكمان في حلم تاني انه كان في سوبر ماركت، وزي ما عرفت من المسار الاول انه لاعب كرة محترف وبيحب الكور، بيقرر
بنت صغيرة وياخد منها الكرة بالعافية عشان شايف انه يستحقها اكتر منها، ولكنه برضه ما زال حاسس بقلة القيمة والدونية، شايف انه لو ما خدش الحاجة بالعافية مش هياخدها وانه اصلا ما يستحقهاش. وفي لحظة من اللحظات اللي المفروض يكون فيها سعيد ما يكونش في حد حواليه ولا حد مهتم يشاركه لحظة زي دي، العاب نارية في مكان اسود ما فيهوش اي حاجة خالص، محدش معاه يفرح ويستمتع بالالعاب النارية معاه، بالرغم من انها علامة للبهجة والفرحة ولكنها بتقلب لشيء باهت وملوش طعم من كتر السواد والصمت اللي هي فيه. كتبت كل المحادثات والحاجات اللي هتتقال في اللعبة كلها في اليوم ده، وفي اليوم التاني على طول سجلتها كلها. وطبعا في تسجيل حاجات زي كده والمعلقين الصوتيين هيفهموا كلامي لازم ادخل في الجو والمشاعر بتاعت كل حاجة بسجلها عشان اللي بيسمع يحس بالمشاعر دي برضه. فسجلت صوت ترحيبي، صوت تشجيع، صوت زعيق وغضب، وحتى صوت حزن، صوت العياط اللي بتسمعوه من الشخص اللي جاي بيدفع الفلوس للملك انا اللي مسجله. ومش متخيلين قد ايه قعدت بسجل صوت زي ده. التسجيل نفسه ما خدش كتير، بس قعدت تقريبا بتاع 10 دقايق بدخل نفسي في نفسيه تسمح اني اطلع صوت بكاء مظبوط. خلط المشاعر ده خلاني في اللحظه دي في حاله نفسيه انا مش عارف اوصفها، ولكنها كانت لا تطاق حرفيا عشان انا كنت بمثل شخص اشبه بالمريض النفسي، حتى اني افتكرت انا كنت عامل ازاي يومها وانا بسجل دلوقتي. بس اليوم اللي بعده كنت تمام عادي خالص، الحاجات دي بتحصل عادي، خصوصا اني بكتب قصه زي كده وبسجل ومستعجل عشان الزنقه. اليوم التالت كنت مزنوق بجد، كان متبقي معايا يوم واحد غير ان كان عندي التزام في نص اليوم مدته 5 ساعات تقريبا، فحرفيا كان قدامي نص يوم بس. كنت مخلص الحلم الاول وحلم الالعاب الناريه، قررت اني اخش في الحلم الاخير على طول. بدات اظبط الغرفه واحط الحاجات فيها واجربها وكانت شغاله كويس. دخلت على حلم السوبر ماركت ولكن حصل شيء كان ممكن يبوظ المشروع كله. للاسف الحته دي ما اتصورتش. عملت بلاي عشان كنت بجرب الحلم، خلصت وعملت ستوب ويونيتي كله وقف. اللي عرفته ان الكود كان فيه لوب ما بيخلصش، ولو ما تعرفش يعني ايه لوب ما بيخلصش في الكود، يعني كده لازم تقفل الكود بشكل مش كويس او بشكل مش صحي بالنسبه للكود، يعني زي ما بتطفي الكمبيوتر بتاعك من الزرار كده. لما عملت كده المشروع كان شبه باظ، حاولت اني افتحه تاني ولكنه مش راضي يفتح خالص والتحميل ما بيتحركش. اللي عملته هو اني مسحت الملفات اللي جوه المشروع اللي اسمها لايبرري وتمب، ويونيتي ساعتها حمل كتير قوي، ولكن الحمد لله فتح اخيرا. على طول رحت على السين بتاع الحلم التاني بس ما فيش فايده، مش بيفتح هو كمان. في اللحظه دي ما كانش قدامي غير اني اعيد بناء السين من الاول، والموضوع ده كان شبه مستحيل عشان انا بجد ما كانش عندي وقت. وهنا تيجي حاجه مهمه انا كنت ناسيها تماما. افتكرت اني كنت عامل ريبوزيتوري على جيت هاب وان السين موجود فيه بكل النسخ بتاعته تقريبا، فبكل بساطه لو رحت على السين وعملت ديسكارد تشينجز هيرجع زي ما كان بالظبط. وبالفعل الحمد لله وبفضل ربنا انقذت المشروع بعد ما كان شبه بيتدمر حرفيا. وعشان كده لازم تعمل ريبوزيتوري على جيت هاب وترفع التحديثات كل شويه. لو عايزيني اعمل شرح عن ازاي تستخدم جيت هاب مع يونيتي حط الايموجي ده في التعليقات. في الاخر عملت للعبه بيلد ورفعتها على صفحه الزنقه في itch.io. وبس كده، اللعبه موجوده تحت في الوصف، احب انكم تجربوها وتشاركوني ارائكم، وممكن تدخلوا السيرفر بتاعي في الديسكورد، تقدروا تكلموني هناك وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.